مشوار المنتخب العراقي في كأس آسيا 2007. في المباراة الأولى من دور المجموعات يواجه منتخب العراق منتخب تايلاندا، وفي الدقيقة الخامسة بضربة جزاء يسجل المنتخب التايلندي الهدف الأول في المباراة، وفي الدقيقة 31 بضربة رأسية رائعة من يونس محمود يسجل هدف التعادل للمنتخب العراقي، وتنتهي المباراة الأولى من دور المجموعات بالتعادل 1-1. في المباراة الثانية من دور المجموعات يواجه منتخب العراق منتخب استراليا، وفي الدقيقة 21 بكرة ثابتة ينفذها نشأة أكرم يختمها صالح زدير في المرمى ويسجل الهدف الأول للمنتخب العراقي، وفي الدقيقة 46 تعود استراليا بالمباراة وتسجل هدف التعادل، وفي الدقيقة 59 يسجل هوار الهدف الثاني للمنتخب العراقي وتصبح النتيجة 2-1. وفي الدقيقة 85 يسجل كرار جاسم الهدف الثالث للمنتخب العراقي ويقتل المباراة، وتنتهي المباراة بفوز العراق على استراليا 3-1. في المباراة الثالثة من دور المجموعات يواجه منتخب العراق منتخب عمان، وفي فرص متقاربة للفريقين تنتهي المباراة بالتعادل السلبي 0-0، وتتأهل العراق للدور الثاني مترأسة للمجموعة تليها استراليا. في مباراتها في ربع النهائي يواجه منتخب العراق منتخب فيتنام، وفي الدقيقة الثانية من الشوط الأول بكرة ثابتة ينفذها نشأة أكرم يقتنصها يونس محمود بالراس ويسجل الهدف الأول للمنتخب العراقي، وفي الدقيقة 64 يسجل يونس محمود الهدف الثاني للمنتخب العراقي بكرة ثابتة، وتنتهي المباراة بفوز العراق على فيتنام 2-0 وتتأهل لدور نصف النهائي. في مباراتها في نصف النهائي يواجه منتخب العراق منتخب كوريا الجنوبية، وفي فرص ضائعة للفريقين تنتهي المباراة بالتعادل السلبي 0-0 وتذهب المباراة للأشواط الإضافية، وفي استمرارية التعادل في الأشواط الإضافية تذهب المباراة لركلات الجزاء، ويتصدى الحارس العراقي نور صبري لأحد ركلات كوريا الجنوبية ويضيع المنتخب الكوري الكرة الأخيرة على العارضة، وتفوز العراق بركلات الجزاء على كوريا 4-3 وتتأهل للمباراة النهائية. في المباراة النهائية يواجه منتخب العراق منتخب السعودية في مباراة نارية وقوية من الطرفين، وفي فرص ضائعة للفريقين حتى الدقيقة 70. في ركنية ينفذها هوار يرتقي رجل المهام الصعبة يونس محمود ويسجل هدف رائع للمنتخب العراقي ويرفع رصيده إلى 4 أهداف في البطولة، وتنتهي المباراة بفوز العراق على السعودية 1-0 وتفوز بكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخها.